طيب، الفاس وقعت في الراس واتجوزنا وحصلت مشاكل كتير بسبب المصاريف والفلوس اللي مش بتقضي. فأي اتنين متجوزين يقعدوا مع بعض، ورقة وقلم وصفحتين قدام بعض، صفحة نكتب فيها الفلوس اللي داخلة كام أيا كانت كتير أو قليل، والصفحة التانية نكتب فيها الأساسيات: إيجار، غاز، كهرباء، مية، نت طبعا، لأن بقى من أساسيات الدنيا دلوقتي مبقاش في حد يقدر يستغنى عن النت. لو في أي أساسيات شهرية نكتبها، الباقي نبدأ نوزعه ما بين الأكل وما بين إن لازم يبقى في جزء متشال عشان لو لا قدر الله حصل أي مشكلة مرضية، وجزء لازم يبقى فيه جزء ولو بسيط جدا يخرج لله شهريا، ويفضل انه يخرج اطعام. يعني ما ينفعش ان انت تروحي، طبعا ينفع ان انت تروحي تدي فلوس لاي حد غلبان وتعتبر ان دي الصدقه بتاعت الشهر، بس الافضل من ده ان انت تروحي بنفسك تعملي شنطه فيها حبه اكل، او لو ما فيش مقدره ان انت تعملي شنطه، لان الشنطه هتكلف في ظل الاسعار اللي احنا فيها دلوقتي، ممكن تعملي صينيه فته صغيره عليها 3 4 حتت لحمه على قد مقدرتك. ما فيش برضك المقدره دي، طلعي اي حاجه بسيطه لله، لان اللي فيها ربنا ما بتغرقش.